عندك ضغط اكتر ولا ما تفرقش؟ بص طبعا تفرق، طبعا تفرق. لو يعني مثلا الزمالك اخر مره كسبان الاهلي في كاس مصر، نهائي كاس مصر، بطوله مباراه بطولتين، بطوله كاس مصر والبطوله الخاصه، كسبت المنافس، فبالتالي لازم تاثر بشكل كبير. اخر حاجه كانت السوبر. هو نسي السوبر، سقط السوبر. هو لا سوبر ايه يا عم، انا بنتكلم في بطوله اهلي وزمالك يا عم. بقول لك السوبر ايه ايه يا وبتاع كابتن؟ ايه بقول لك ايه، ده رحل يا خالص. انت باشا؟ هتبتديها. بقول لك بقول ايه، لك يا اسمعني كابتن بس طارق. عشان عارف ان يا الساعه باشا. 1:30 ثواني بس يا سيدي ماشي. هتخطف- الاهلي كسب اخر مره، بس انت أيوة. بتتكلم في كاس مصر، فاهمني؟ نهائي كاس مصر، لا هو من كذا مباراه، وكسب انت بتتكلم في مباراه واحده، بطولتين. البطوله الخاصه لو طبعا. زي ما يكون كان الاهلي بيلاعب الهلال. لا غير كده، اتفضل يا كابتن غير طارق، كده. اتفضل. انت بتتكلم في بطوله كذا مباراه، مش مباراه واحده، فاهمني؟ دي مباراه واحده السوبر، بتروح تك السوبر. ونوك اوت وخلاص. كابتن طارق، لكن انت دي- بتتكلم في طب كاس بلاش. مصر، دي يا كابتن دور ال 32، نشيل دور ال بعد 16، دور إذنك يا ال8، دور ال4. بلاش. انت مش اتكلمت، انا بطولة. ما عملتلكش طب حاجه. البطولة الخاصة. لا انت اتكلمت، طب البطولة الخاصة. ما قطعتكش. فهمت يا كابتن؟ فدي مباراه الزمالك لازم يبدا من هنا، لازم يبدا من بطوله كاس مصر. السنه اللي فاتت انا بطل الكاس وبطل الدوري، فاهمني؟ فده لابد ان يكون الروح المعنويه عاليه للعيبه داخل الملعب، وينزلوا عندهم ثقه في الله انت بتتكلم يا كابتن عن الدوافع. الدوافع بتتكلم- عند الزمالك اكتر. انت بتتكلم على الايجابيات، يعني انت طبعا. انت عايز الزمالك يروح لايجابياته. دائما وابدا ماتشات الاهلي لازم تروح للايجابيات، السلبيات لا تذكر تماما، فاهمني؟ يعني حتى في المحاضره، حتى في الكلام مع اللعيبه قبل المباراه، تتكلم في ايجابيات ترفع من الروح المعنويه بشكل كبير، لان المباراه دي ثبات انفعالي وحاله معنويه داخل الملعب. في مباريات ساعات بتبقى انت مطمن قبل ما الزمالك يلعب، تقول لا احنا في افضل حالاتنا. في مباريات عمري. تبقى انا لسه كملت. اه وفي مباريات تبقى لا، دي انهي واحده فيهم؟ هي القلق موجود. انسى يا كابتن القلق بتاع الترقب، انسى القلق بتاع النتيجه. تتوقف على وضع الفريق نفسه. انا حتى بتكلم لو في وضع، يعني مثلا انا وضعي الاول في الدوري، مش الاهلي الاول، الاهلي مش قلقان طبعا قلقان، بس في قلق فني، وفي فرق 5 بونت، قلقان برضه. يعني في قلق يا كابتن. انت بتقولي احنا مش في افضل حالاتنا، انا قلقان، وفي فرق ان احنا كويسين قلقان ما نكسبش. المباريات دي ما بتتقالش بتتقاس بالكلام ده يا سيف. يعني انا ياما الزمالك كان اوحش وكسب، وياما الاهلي كان اوحش وكسب. احنا بنتكلم في حاله اللعيبه اثناء ال 90 دقيقه، دي مهمه جدا، وعشان كده بقول لك الايجابيات لازم تذكر. لابد ان الجهاز الفني يبرز ايجابيات كثيره جدا جدا من اول اسبوع الاستعداد للماتش الاهلي حتى هذه المباراه، لان انت بتتكلم في نجوم هنا وهنا. انت لو غلطت هنا، صح، الغلطه هنا بفوره، ولو غلطت هنا بفوره، لان الامكانيات هنا عاليه، غير لما لعيب الزمالك او الاهلي بيلاعب فرقه ثانيه ويغلط او يخطا. ايه ممكن اللي توشوش فيريرا في ودنه النهارده تقوله له؟ اللعيبه بس انت بقالك فتره بتنصحه. اللعيبه تتظبط، التشكيل يتظبط، كل واحد في مكانه، تغييرات يعني تبقى سريعه شويه. احنا عانينا المباراه اللي فاتت، لكن شايف ان اهم حاجه ان اللعيبه كلها تقف صح، توقف اللعيبه صح، معلش، ويلعب بطريقته العاديه. معنى الجمله دي ليه ايه؟ يعني امثال لعيبه تقف صح، يعني مين فين؟ يعني انا ما انا اقول لك على حاجه، احنا عايز نروح لاسامي يعني. ايوه لا بنتكلم مثلا في اسماء. ايوه، يعني انا لما اجي العب مثلا بمصطفى شلبي فيرود زي ما حصل في السوبر، ما ينفعش. افتكرت السوبر دلوقتي. أيوة. طيب. يعني انت انا كنت يعني يعني في الاستاد، يعني انت عايز مين يا كابتن؟ يا المسلوسي يا سامسون، واحد فيهم. يا يوسف اسامه نبيه يشتغلها، يعني ما فيش حد. لكن لو انت بتشتغل المسلوسي يبقى يوسف اسامه نبيه او مصطفى شلبي ناحيه الشمال، وزيزو ناحيه اليمين. لازم تلعب باثنين ارتكاز، اثنين ارتكاز ما يبقوش 3. دونجا ومين؟ دونجا ومعاه امام عاشور، ويلعب بيه عبد الشافي ونيمار، ما يلعبش والمسلوسي والزناري هنقول التشكيل، والمسلوسي والزناري وحسام عبد المجيد. انا ده شايف ان ده تشكيل فيه نوع من التوازن الدفاعي والهجومي في نفس الوقت. لان انت لما بتلعب بدونجا والسيسي ومعاهم امام عاشور، انت ما فيش زياده عدديه في منطقه ال 18 يا سيف، بيبقى قليل قوي. سيسي 6 ودونجا بيميل ل6 برضه، ما بقاش غير امام لوحده. امام مع 3 قدام قليل، لكن الباكين دول لازم يبقى فيه هجوم ناحيه. يعني بشوف ماتشات الاهلي كتير جدا. يعني لو حضرتك اخترت جنب دونجا، رؤى ولا السيسي؟ لا انا لا، ولا رؤى ولا السيسي.
انا اخترت بقول لك امام عاشور جنب دونجا، امام عاشور، واثنين على الطرف، الباكين اللي على الطرف نيمار ما يبقاش انت عايز تلعب باثنين وتحط ثلاثه قدام، 2 و3 3 4 3 اللي هو بيلعبها العاديه، وده يمكن افضل بس تشكيل. هو اخر فتره بيلعب 4 3 ما انا بقول لك عشان كده يعني تشكيل ممكن يغير بكره يعني. انا اكيد يرجع أكيد. ل 3 4 بتاع السنه اللي فاتت. لا مش هيغير. انا